شنو هو مصير نايف أجرد مع نادي ويست هام يونايتد؟ العديد من الأخبار انتشرت في الأيام القليلة الماضية على أن نادي ويست هام يونايتد ما بقاش باغي خدمات اللاعب المغربي وغيعرضوه للبيع في الانتقالات الصيفية المقبلة. خبر كان مفاجئ، خصوصا أننا كنعرفوا قيمة نايف الكبيرة داخل هذا الفريق، واللي بين ليلة وضحاها مدرب النادي ديفيد مويس ما بقاش مقتنع به وما بقاش كيعتمد عليه حتى في التشكيل الأساسي في الفريق. شنو هي الأسباب اللي خلات هذا المدرب ما يبقاش محتاج لنايف؟ وشنو هو مستقبله مع هذا الفريق؟ وإلا كانت هذه الأخبار صحيحة، شنو هي الوجهة المقبلة لنايف أجرد؟ هادشي كامل وكثر غنعرفوا الإجابة ديالو في هذا الفيديو. ولكن باش نفهموا هذه القصة بشكل أفضل غنرجعوا بالزمن شوية للوراء. اليوم انتقال نايف لهذا الفريق، فبعد التألق الكبير والأداءات المميزة اللي قدمها في الدوري الفرنسي وخاصة مع نادي رين، قرر نادي ويست هام يقدم عرض للاعب المغربي باش يدفر بخدماته. وهذا الشيء اللي وقع، نجح الفريق الإنجليزي في المفاوضات وربح خدمات هذا الشاب اللي كان في ديك الفترة كيبلغ من العمر 26 سنة، أي في صيف سنة 2022، ووقعوا معاه عقد لمدة 5 سنوات بقيمة 35 مليون يورو. الصفقة كقيمة قيمتها كبيرة، خصوصا لنايف أجرد اللي كان تحدى صعوبات كثيرة وبداو مشواره فقط من البطولة المحلية ووصل الآن لأقوى دوري في العالم. ولكن هذا ماشي موضوعنا حاليا. مدرب النادي الإنجليزي ديفيد مويس كان سعيد بهذه الصفقة وبين الإعجاب ديالو الكبير بهذا اللاعب، وتمنى أنه يساعدهم باش يحققوا مركز ما بين 6 المراكز الأولى في الدوري. ولكن انطلاقته مع نادي ويست هام ما كانتش انطلاقة مثالية، بحيث كان المستوى متذبذب من قبل اللاعب، وهذا الشيء طبيعي خصوصا مع الريتم العالي ديال الدوري الإنجليزي وصعوبة التأقلم بسرعة في أجواء المباريات. كانت الأمور صعيبة في البداية، ولكن بعد المرور المقابلات بدا نايف كيعتاد على الأمور في الكرة الإنجليزية وبدات أداءاته كتزيد تستقر. ولكن لسوء الحظ لعنة الإصابات صابت أجرد وجلس لفترة طويلة بلا ما يلعب حتى مباراة. وبالموازاة مع هذه الإصابة كان المحفل العالمي بقطر كيقرب، والجمهور المغربي كان متخوف أن اللاعب ما يكونش جاهز للمونديال، خصوصا وأنه كيتعتبر من الدعامات الأساسية لأسود الأطلس في الخط الدفاعي. ولكن لحسن الحظ رجع للميادين قبل ما يبدأ كأس العالم وقدم في رفقة المنتخب المغربي أداء خيالي، بالرغم من أنه سجل هدف في مرماه أمام منتخب كندا، إلا أنه خرج بمباريات رائعة مع المنتخب. واللي لولا الإصابة اللي رجعت ليه في مباراة منتخب إسبانيا كنا نقدروا نشوفوا المنتخب المغربي في مركز أحسن من المركز الرابع. ولكن للأسف ما كملش المقابلات اللي بقاو وخرج المنتخب من دور نصف النهائي وخسر مباراة ترتيب أمام منتخب كرواتيا. على أي، هذا الموسم كان ممتاز بالنسبة لأجرد مع نادي ويست هام، رسمي في أغلب المباريات وصبح واحد من الركائز الأساسية لهذا النادي، ولا سيما بثنائيته الممتازة مع المدافع الفرنسي كورت زون اللي كانوا كيشكلوا خط دفاعي قوي وكيوقفوا في وجه جميع الخصوم. هذه الثنائية عاونتهم في العديد من المباريات واللي قدروا يوصلوا بها لنهائي المؤتمر الأوروبي، وقدر نايف يحقق أول لقب ليه في أوروبا باش يسدل الستار على موسم كان مليء بالإنجازات والأداءات الكبيرة اللي عاشها أجرد في هذا الموسم. واستمر الحال في بداية الموسم الحالي، رسمية أجرد لا تناقش مع النادي الإنجليزي، ولكن المشاكل غتبدا في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية وتحديدا في أواخر شهر نوفمبر، بحيث بدا الموسم المغربي كيتراجع بشكل ملحوظ، أمر اللي خلى الضغوطات تزيد على الكاهل ديالو سواء من عند الجماهير أو الصحافة الإنجليزية اللي منعتها أنها تمارس الضغط على أي لاعب غير إنجليزي في الدوري المحلي إلا ما قدمش المستويات المطلوبة منه. أمور اللي خلات الإدارة الفنية للفريق تفكر أنها تقوم بإدراج نايف في قائمة المغادرين في فترة الانتقالات الصيفية، بالرغم من أن العقد ديالو مازال كيمتد ل3 مواسم إضافية. واللي زاد هذه المشاكل وخلى الأمور تزيد تكبر هو الاستدعاء اللي تلقاه نايف من قبل مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي باش يكون واحد من الأسماء اللي غتشارك في كأس إفريقيا بساحل العاج، بحيث بدا المدافع المغربي كيتعرض لتهديدات صريحة من إدارة النادي بالرحيل، وهذه المرة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وما غيكملش الموسم مع نادي ويست هام. وأشارت بعض المصادر الإعلامية أن الإدارة كانت منفتحة على العروض اللي غيتلقاها أجرد فترة الانتقالات، واللي هي بنفسها حددت مبلغ بقيمة 30 مليون جنيه استرليني باش يتم الاستغناء على خدمات اللاعب. وفعلا كانت عروض واستفسارات حول هذا اللاعب سواء من نوادي إيطالية ونوادي من الدوري السعودي، ولكن العرض الوحيد اللي تلقاه نايف كان من قبل نادي الاتحاد السعودي واللي كان مستعد يشري عقد اللاعب، وعرض عليه هذا النادي حسب بعض المصادر الإعلامية في الديار الخليجية أجر كيتقدر ب10 أضعاف راتبه الحالي مع نادي ويست هام، واللي كيبلغ 2.6 مليون يورو سنويا. ولكن نايف رفض هذا العرض بحجة أنه كيفضل الاستمرار في أوروبا وبالضبط في الدوري الإنجليزي الممتاز. وحتى النوادي الإيطالية بحال نادي إي سي ميلان وروما
استفسروا على المطالب الماليه للنادي الانجليزي، الا ان هذا الاخير رفض هذه المطالبات بحجه انه ما غيقبلش مقترحات الاعاره وباغي يقوم ببيع اللاعب نهائيا. وبعد عوده نايف من كاس افريقيا مازال هذا الاخير موضوع في قائمه المغادرين، خصوصا بعد التصريحات الاخيره للمدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، واللي وجه انتقادات كبيره للاعب المغربي، وقال بان دائما كاينين تفاصيل صغيره كتدور ما بينه وما بين اجرد ولا كيطلب منه يديرها بشكل افضل. وزاد ضاف بان نايف معتاد على الحده في اللعب وهو امر مطلوب في قلب الدفاع، ولكن بالنسبه لفريق بحال ويست هام مطالبين بامور دفاعيه اكثر، واكرد مطالب بتطوير مستواه اكثر. هذه امور جات من عند مدرب الفريق، ولكن بالاضافه لهذا الشيء اكدت بعض التقارير الاعلاميه البريطانيه والمقربه من النادي الانجليزي ان الفريق ما بقاش عنده فين يزيد يصبر في انتظار تاكيد نجاح نايف اكرد بالبريمير ليج، وان التوجه الحالي للاداره هو بيع عقد اللاعب في الصيف المقبل واستثمار مبلغ الانتقال في جلب مدافع سريع وكيمتاز بالقوه. ووضح نفس المصدر ان القرار تم اتخاذه على خلفيه ارتكاب الدول المغربي الاخطاء مؤثره في نتائج الفريق، بالاضافه للبطء ديالو والتهور، وهذا الشيء اللي كيأثر على نجاح اللاعب في الدوري الانجليزي. وهادو كانوا الاسباب اللي خلات مدرب واداره نادي ويست هام يستغناو على خدمات اللاعب في الصيف المقبل، وهذا الشيء بدا كيبان في الدورات الاخيره حاليا، بحيث فقد نايف اكرد رسميته مع هذا النادي في اخر المباريات. والسؤال المطروح حاليا هو فين تقدر تكون وجهه اللاعب مستقبلا. كاين اهتمامات من قبل عده انديه باش تربح خدماته، من بينهم نوادي انجليزيه بحال نادي ليفربول، نيوكاسل يونايتد، ونوادي ايطاليه متمثله في نادي روما واي سي ميلان، وبطبيعه الحال نوادي السعوديه بحال اتحاد جده. ولكن حسب تصريح نايف اكرد فاللاعب غادي يبقى في اوروبا وتحديدا في الدوري الانجليزي، ومحيد من بالو فكره الانتقال للدوريات الخليجيه، خصوصا انه كيمتلك فقط غير 27 سنه ومازال عنده هامش فين يزيد يعطي اكثر في الكره الاوروبيه. وعقليه نايف اكرد ما غتسمحش ليه يفضل المال على لاعب في مستويات عاليه في اوروبا باش يزيد يطور من نفسه كرويا ويوصل لمستويات كبيره. ولكن نايف اكرد مازال عنده 3 أشهر باش يبرهن ان كلام المدرب والاداره والقرارات اللي اتخذوها انها خاطئه، ومازال عنده الفرصه فين يرجع للمستوى اللي قدمه في الموسم الماضي مع هذا النادي، ولما لا يفوتوا ويتفوق عليه. الكره في ملعب اكرد حاليا، حنا كجمهور ومتتبعين مغاربه كنتمناو ليه الافضل وكنتمناو ليه المزيد من النجاحات والتطور على المستوى الكروي، حيث هذا الشيء غيفيد حتى المنتخب المغربي كذلك. وان شاء الله نايف غيتغلب على هذه المشاكل ويرجع احسن من الاول ويثبت نفسه في اقوى دوري كروي تنافسي حاليا. شنو هو الراي ديالكم في هذا القرار اللي خداه نادي ويست هام؟ وشنو هي الوجهه الافضل لهذا اللاعب مستقبلا؟ بغيت نشوف الاراء ديالكم في التعاليق.